السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد بيتش في فيديو جديد او في حلقه جديده. النهارده تقريبا يعني فيديو بعيد تماما عن الجيم بلايز وعن الجيف اويز وعن اي حاجه تبع الحاجات اللي بعملها في الشانل او الحاجات اللي بعملها في القناه. ممكن تعتبره يعني الفيديو ده تخليص حق، او بعد ما الواحد خلاص فاض بيه فقررت اتكلم في الموضوع ده بالذات، اللي هو بخصوص التعليم في السعوديه او في اي دوله من دول الخليج. طبعا اللي ما يعرفش، انا في السعوديه، عايش في السعوديه وفي تانية ثانوي، او خلصت تانية ثانوي ودخلت ثالثه ثانوي، فبالتالي عارف النظام ماشي ازاي. فحبيت يعني ايه اقول للناس اللي في مصر اللي كل شويه يجي يقول لك التعليم في السعوديه سهل وانت ما بتعملش حاجه، ممكن تقعد وانت قاعد حاطط رجل على رجل وتاخد درجات وتيجي تخش كليه حلوه في مصر وبيقعدوا ويزيدوا عليك ويذلوا فيك ويطلعوا اهلك. ترحم دين امي، ترحم ميتين اللي خلفوا ابويا وابوها. فالمهم ايه، حبيت اتكلم في الموضوع ده عشان ايه الواحد الصوره تبقى واضحه للجميع. يعني مبدئيا كده، انت عشان تخش جامعه في مصر وانت في السعوديه لازم تجيب درجات في المدرسه، وفي امتحان تاني اسمه امتحان قدرات لازم تخش. خلي المدرسه على جنب، نمسك في امتحان القدرات. المدرسه طبعا مواد يعني خليها على جنب عشان الموضوع واضح. يعني المدرسه فيها مواد عاديه، احياء وفيزياء وكيمياء وانجليزي وعربي ومواد زي اي مواد يعني. اللهم بس مواد الدين ممكن تلاقيها متقطعه كده. يعني في مصر مثلا في اللي هو كتاب دين كده على بعضه بيبقى صغير وكده، اما هنا تلاقي مثلا توحيد، فقه، تفسير وكده يعني. ماشي، فده موضوع المدرسه ده ايه، خلينيه على جنب دلوقتي. نمسك في امتحان القدرات. امتحان القدرات ده يا معلم، هو اول حاجه بيبقى في الرياضيات والعربي، ملوش كتب او ملوش يعني مثلا مش زي المدرسه يقول لك الكتاب دوت الاسئله مش تطلع من بره كتاب المدرسه، او بتجيب كتب خارجيه وتذاكره كده يعني. مش كده خالص. امتحان القدرات دوت بيبقى ازاي يعني، انت بتجمع، بتجيب في جروب عاملينه مصريين وغير مصريين، بيحطوا فيه حاجات اسمها تجميعات. التجميعات دي بتبقى عباره عن اسئله 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 الرياضيات والعربي. ف وانت بقى تذاكر وانت ونصيبك لما تيجي تخش. ماشي، فده امتحان القدرات. طبعا ده امتحان بيبقى وابن 60 كلب وعايز التوليع فيه بجاز وسخ. ماشي، فالمهم ايه، الامتحان دوت انت لازم تجيب فيه. خلينا نتكلم في الوقت الحالي، يعني انت خلينا نتكلم في الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. لازم تجيب فيه من يعني نقول مثلا من 97 وطالع علشان تدخل كلية تعتبر يعني او كلية حلوة في مصر. هندسة، صيدلة، طب بشري، طب اسنان، الحاجات دي كلها، حتى علاج طبيعي وطب بيطري، كل دوت لازم تجيب فيه من 97 وفوق. ده في الوقت الحالي، خلينا كل حاجه نتكلم في الوقت الحالي، الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده. فالامتحان دوت مقسوم لنصين، او في حاجتين، في ورقي وفي محاسب. الورقي اللي هو بتمتحن على الورق، وده غالبا مستحيل حد بيجيب فيه درجات. يعني اعلى واحد يوم ما بيتنطط بيجيب مثلا 95 96 97 كده يعني. محدش واللي بيجيب حاجات درجات زي كده تلاقيهم ناس نادره وايه، ودول تلاقيهم بقى ايه، يعني مش عايز اقول لكم خربانه معاهم على الاخر. تلاقي ده ماسك الكتاب كده، ماسك قاعد على الكتاب، ها يروح يشرب ميه يرجع على الكتاب، يروح يرجع على الكتاب، يعمل مش يرجع على الكتاب. ده تلاقيه حياته كلها مذاكره. ده اللي يطلق عليه الدحيح يعني ما اقولكوش. ده اللي بتلاقيه مقفل الدنيا كلها. فده اللي بيجيب درجه عاليه في الورقي. التاني بقى حاجه اسمها محاوصه، بيبقى على الكمبيوتر. ده تقريبا بيبقى تجميعاته قليله شويه، او بيبقى الحاجات اللي بتذاكرها فيه قليله شويه، بس برضه يعني نسبه انك تجيب درجه عاليه مش نسبه عاليه جدا، ولا يعني ممكن نقول نسبه 70 80%، على عكس الورق اللي انت ممكن تجيب فيه درجه عاليه، النسبه مثلا ممكن ما تعداش 60%. فايه، فدول الشقين بتوع امتحان القدرات. فامتحان القدرات دوت زي ما قلت لكم ملوش حاجات معينه يعني. انت ما تعرفش انت بتذاكر، انت بتنزل بالملفات اللي او التجميعات اللي الناس بتعملها ديت. يعني ايه، ده اجتهاد من واحد، من شخص طالب من الطلاب، سواء خلص قدرات او ما خلصش، او يعني مجموعه طلاب قايمه على الموضوع ده. يعني ده لا تحت اشراف مدرس، ولا تبع حاجه تبع الوزاره، ولا اي حاجه رسميه. ده ناس كده قاعده مع بعضيها. ممكن انا اجيب صاحبي من هنا وصاحبي من هنا وصاحبي من هنا، ونجيب ونقعد نعمل تجميع، او نقعد نعمل اسئله. وكمان بيبقى في الاسئله دي في غلطات وكده يعني. فالموضوع ايه، مش سهل زي ما اغلب الناس فاكره. وامتحان القدرات دوت 5 محاولات. خلينا نتكلم في الوقت الحالي عشان مش فاكر نظام الناس بتاعت زمان اللي هي من 3 او 4 سنين كده كان بيبقى ليهم كام فرصه ورقي وكام فرصه محاوسه. بس انا اللي احنا دلوقتي على اول تانية ثانوي، او قبل ما تبدا تانية ثانوي، كان ممكن تخش ال5 ورقي، او تخش الخمسه او تخش ال5 محاوسه.
براحتك، يعني عايز تخش 2 ورقه و3 محاوسه تخش 3 ورقه و2 محاوسه، اي حاجه عايز تعملها اعمله. ماشي. جم بقى يعني عملوا حركه تعتبر في منتهى، حركه في منتهى بقى، جم في نص السنه، نص تانية سنه وكده، بعد خلص الترم الاول او قبل ما يخلص الترم الاول كمان، قال لك مفيش غير عملوا نظام في ساعتها، مفيش غير فرصتين محاوسب بس، فرصتين محاوسب و3 ورقي. طبعا عملوا الموضوع ده ليه؟ قبل ما يعملوا الموضوع دوت حصل ايه، ان يعني مجموعه من الطلاب كده دخلوا امتحان، ماشي، فحفظوا الحاجات اللي بتيجي او حفظوا اغلب الحاجات اللي بتيجي، فطلعوا عملوا تجميع او عملوا اللي هو زي ما قلت لكم امتحانات، اللي هو يعني حاجه نذاكر منها كده، حاجات بتبقى PDF او وورد وكده وبنذاكر منها، ماشي. فعملوا تجميع. فالمهم الاداره او الوزاره فضلت مثبته الامتحانات ديت، يعني الطلاب اللي وقت ما الطلاب ديت دخلت امتحنت، فضل الامتحان ده ثابت يعني تقريبا اكتر من ترم او اكتر من 3 4 شهور. فهم عملوا الموضوع ده بقى عشان ايه؟ يعني تقريبا خيطوا اغلب الناس، راحوا مره واحده مغيرين الامتحانات ديت وعاملين اللي هو القرار دوت او اصدروا القرار دوت اللي هو فرصتين محاوسب و3 ورقي. فدلوقتي يعني فرصتين محاوسب، فاللي كان دخل فرصه محاوسب ليه واحده تانية ممكن يخش والدنيا تبقى زي الفل اللي معاه. اللي بقى المشكله في اللي داخل فرصتين محاوسب، اللي داخل فرصتين محاوسب ده خلاص لو ما كانش جاب فيهم مجموع او ما جابش فيهم حاجه حلوه يعتبر ايه، راح في 600 داهيه. فدي ناس كتير اتخبطت فيها في الموضوع دوت وبقى يخش ورقي، وطبعا يعني مستحيل او بنسبه كبيره مش هيجيبوا درجه في الورقي زي اللي كانوا هيجيبوها في المحاوسب. طبعا برضو في القدرات ديت انت مثلا ممكن يعني في حاجه وسخه برضو كده في النص، ممكن مثلا انت جبت اول محاوله مثلا نقول 75 سواء ورقي او محاوسب مش تفرق، وجيت بعد كده جبت مثلا 98، يروح حاجبين لك درجه ال 98. حاجبين الدرجه يعني ايه؟ يعني الدرجه دي ما تحسبش، يعني انت كل اللي ذاكرته وامتحان امتحنته ده لما عاوز تحطه. فالمهم ايه، كل ده كله مالوش اي 30 لازمه. ليه بقى؟ في نظام هنا اسمه حاجه اسمها الحجب، لما ترتفع مش عارف تقريبا 15% 20% عن الدرجه اللي انت جايبها قبلها، يبقى انت كده كانك غشيت او حاجه زي كده والدرجه بتتحجب. ودي ناس كتيره بتتخيط منها بسبب يعني مش عارف انا ايه هو ايه الحكمه من الموضوع دوت، بس يعني ممكن مثلا واحد وساعة لما جاب 75 ما كانش بيذاكر او ما كانش ليه نفسي يذاكر او عي ليله الامتحان، اي مصيبه حصلت له وما جاب درجه وحشه، وجي بعديها بقى دخل واجتهد وعمل وجاب درجه حلوه، ايه المانع يعني؟ هو ما اكيد بيحصل الكلام ده. فايه، فدي جزئيه برضو موضوع الحجب دوت ساعات ناس كتير بتخاط فيه، وصراحه يعني موضوع ده بالنسبه للقدرات. القدرات فهي الموضوع ايه، مش سهل ولا مش بالسهوله. طبعا انا عارف ان في مصر دلوقتي الناس كلها عماله تخيط سواء في ثالثه ثانوي يعني بالخصوص، بس والله يا جماعه الموضوع مش سهل في السعوديه، ما بقاش سهل زي الاول. زمان ما كانش فيه امتحان القدرات ده خالص، يعني انت لو جيت مثلا قبل 9 سنين كده ولا حاجه، ولا قبل 8 سنين، مش ما فيش حاجه اسمها قدرات. كنت تخش مدرسه وممكن تخش اي مدرسه خاصه مثلا ولا حاجه، تقعد تجيب درجات حاطط رجل على رجل برنس وتيجي تخش. فعلا الكلام ده زمان. اما دلوقتي من 8 سنين كده هو امتحان القدرات ده بقى جه خيط الجميع، يعني خيطهم كل واحد كده تخيط 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 تخيط. فالموضوع ايه، مش سهل. ده بالنسبه للقدرات. نيجي بقى للمدرسه. المدرسه في ناس ممكن ربنا يبقى مثل عليها وتخش جامعه تخش اسف مدرسه خاصه، وفي ناس ممكن تخش مدرسه حكومي. فاللي بيخش مدرسه خاصه انا مش هكدب عليكم واقول لكم مدرسه خاصه واحد بيذاكر، يعني الواحد ايه الموضوع كله بطيخ في بطيخ، بما علينا بتاخد درجات ازاي، بس هو الموضوع كله بطيخ في بطيخ وسهل جدا ان اي مصري ان شاء الله حتى كان فاشل ايه يجيب 100%. ماشي. ده بالنسبه للمدارس الخاصه. في ناس ممكن مثلا ابوه ما يكونش جاي السعوديه بس مش شغال شغلانه عاليه او مش شغال حاجه كبيره، فما قدرش يدخله مدارس خاصه، فبالتالي هيخش حكومي. والحكومي برضو مش سهل. الحكومي بيدرسك مدرسين سعوديين، مش عايز اغلط في حد يعني ولا حاجه، بس مدرسين سعوديين طبعا عمرهم ما يبقوا بكفاءه المدرسين المصريين في التدريس، او مش المصريين عامه، اي مدرسين يعني. فالمدرسين السعوديين مش قد كده، او مش هيعرفوا يوصلوا لك المعلومه زي ما انت عايزها. فبالتالي الشاطر جدا اللي في المدارس الحكوميه هتلاقيه بيجيب 99، والموضوع ده بيأثر فيه جدا جدا. اللي ما ينفعش لازم درجه المدرسه تجيبها 100%، وهقول لكم ليه ان شاء الله بعد شويه. فايه لازم تجيب 100%، 99 بكتير وفي المدرسه، لا غير كده لا مؤاخذه ايه كنت اقول على نفسك يا رحمن يا رحيم وبقابلني ان شاء الله حتى ان دخلت تجاره.
ماشي. فالمدرسه دلوقتي هي في زي ما قلنا حكومي وخاص، فاللي بيخش خاص يبقى يعني ايه ربنا ومدعياله. فايه بس كده. فده الموضوع بشكل عام. نيجي بقى لنقطه تانية دلوقتي. طبعا المدرسه ليها نسبه والقدرات ليها نسبه. زمان نقول مثلا من 4 سنين او من 3 سنين، نسبة المدرسة كانت 70% ونسبة القدرات كانت 30%. فكان الموضوع ايه؟ سهل. الموضوع بسيط شوية، برضه مش سهل قوي بس موضوع بسيط. تيجي بقى مثلا رحنا يعني احنا قلت لكم الكلام ده من 3 سنين او من 4 سنين. جينا بقى مثلا نقول من سنتين بقت 60% و40%. ده اللي مطبق عليها دلوقتي 60% مدرسة و40% قدرات. الموضوع يعني ايه نقول برضو سهل نوعا ما. الناس اللي بعدينا الدفعه اللي بعدينا اللي هي الناس اللي لسه مخلصه اولى ثانوي دلوقتي في السعوديه بقت نسبه 50% مدرسه و50% قدرات. فالموضوع بقى متعقد ومتنقل ب 60 نيله. انا احسب لكم حسبه بسيطه بسيطه جدا يعني. انت لو عندك واحد جاب قلنا مثلا 100% في المدرسه جاب 99 في القدرات، بالنسبه للبنات وبالنسبه للولاد. بالنسبه طبعا عشان اعرفكم اول تنسيق الناس اللي جايه من بره، الولاد غير البنات. يعني البنات ليهم تنسيق والولاد ليهم تنسيق، وتنسيق البنات ده ابن عايز يتولع، ابنه وسخ عايز يتولع فيه بجاز. ماشي. تنسيق البنات ده عشان بيبقى عالي جدا وبيبقى رهيب صراحه يعني. فالمهم ايه، افترضنا مثلا واحد جاب 100% في المدرسه وجاب في قدرات نقول مثلا نقول 98. لو بنت، لو جينا للبنات اللي جايبه 100% في المدرسه و98، يعني تلحق على الحركرك كده، ممكن تلحق لها صيدله، وممكن يعني ممكن بنسبه كبيره كمان ما تلحقش. ده ايه على الحركرك كده، جايبه 98 قدرات وجايبه 100% مدرسه، ممكن ما تلحقش صيدله. يعني اقل حاجه ممكن ما تلحقش صيدله. ويعني لو هم مثلا في محافظه زي القاهره ولا طنطا الاسماعيليه الحاجات العاليه ديت ممكن ما تلحقش صيدله، او اكيد مش هتلحق صيدله. ماشي. دي نقطه. هنيجي مثلا للولاد جايب 98 هيلحق صيدله، بس مثلا عايز يخش طب او طب اسنان او علاج طبيعي، الحاجات دي كلها مستحيل في اي محافظه. ف يعني ايه الموضوع برضو زي ما قلت لكم قبل كده مش سهل، او مش زي ما الناس. انا مش هقول لكم اصعب من مصر، طبعا مش اصعب من مصر. انا عارف الناس اللي بيحصلها في مصر والناس قد ايه بيطلع ميتينها في مصر، بس مش سهل. الموضوع مش سهل زي ما الناس كلها متوقعه ومصدعه دماغنا بيه لما الواحد خلاص هيجيله شلل اقسم بالله. فايه فبرضه يعني ايه راعونا شويه يعني. بلاش الزن والسهل ومش سهل ومش سهل. انت هنا بتتعب وهنا بتتعب. فايه بس اللهم تعب مصر تعب كبير شويه، تعب اكتر من الناس اللي في السعوديه بتتعبوا. اما برضه الناس اللي بتدرس في السعوديه برضه بيتعبوا جدا جدا يعني، وعناء يعني عناء. فبس ده الحاجات اللي حبيت اوضحها يعني، علشان ايه وجع الدماغ اللي جاي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك على الفيديو من تحت، وشير الفيديو عشان كل اصحابك يشوفوا الفيديو، واعمل لايك صفحتي على فيسبوك هتلاقوا اعمل عليها جيم بلايز كتير. طبعا ده قلت لكم ده الموضوع دوت خارج المجال اللي انا اللي بعمل فيه او اللي انا بعمل فيه فيديوهات، بس عشان ايه للتوضيح فقط. واتمنى اكون ما طولتش عليكم كده يعني. كان معاكم محمد بيتش، سلام. رمضان جانا وفرحنا